المنتخب المغربي تحضيراته لكأس إفريقيا 2012 بغينيا الاستوائية والجابون في أجواء حماسية بين اللاعبين الذين يطمحون إلى تحقيق نتائج إيجابية. موفد الجزيرة الرياضية إلى إسبانيا عبد الإله العفيري والمزيد من التفاصيل. اختار المنتخب المغربي وعلى غرار أندية أوروبية عديدة إقامة معسكره التدريبي بضواحي مدينة ماربيليا لطقسها المتوسط المعتدل وجودة مرافق المركز الدولي لكرة القدم الموجود بها. ونحن على بعد 10 أيام من مباراة أسود الأطلس أمام المنتخب التونسي، يؤكد المدرب البلجيكي إيريك خيريتس بأن الأمور على أحسن ما يرام بالنسبة لجميع مكونات المنتخب. معنويات اللاعبين مرتفعة جدا لأن كل الظروف مواتية للتحضير الجيد. الملعب والطقس مشمس في بعض الأحيان أيضا. اللاعبون معجبون بهذه الأجواء وهم متحمسون للدخول في غمار كأس إفريقيا ذهنيا وبدنيا. المنتخب المغربي يحظى ومنذ قدومه إلى ماربيليا باهتمام كبير من طرف مشجعيه القاطنين في المنطقة، كيف لا، وهي فرصة قد لا تعوض للاقتراب أكثر من لاعبين عادة ما يشاهدونهم فقط على الشاشة. التداريب التي برمجها الناخب المغربي وصفها اللاعبون وكذلك الطاقم الفني والطبي بالمكثفة، ودرجة التلاحم والانسجام في ارتفاع ملموس بين اللاعبين القادمين من مختلف الدوريات الأوروبية ومن الدوري المغربي، وهم جد متحمسين للسفر إلى الجابون الأسبوع المقبل. فهل بدأ العد العكسي يا ترى؟ العد التنازلي سيبدأ عندما نتنقل إلى الغابون في 19 من الشهر الجاري، ومع اقتراب هذا الموعد سيزداد الضغط أيام فقط قبل مباراة تونس، لأن هذه المباراة ستكون 4 أيام فقط بعد الوصول. هكذا إذن تنتهي الحصة التدريبية المفتوحة للمنتخب الوطني المغربي، وفي هذه اللحظة يغادر اللاعبون نحو الفندق الذي يبعد حوالي 20 كيلومتر من هذا المركز، مركز ماربيليا لكرة القدم. عبد الإله عفيري، الجزيرة الرياضية، من المركز الدولي لكرة القدم بضواحي ماربيليا.